صديقي الجميل، اهلا بيك في قناة ايطاليانو فاتشيلمنتي. انا برام واهلا بيك في الفيديو بتاع النهارده يا شباب. هنعمل زي مراجعة سريعة للاربع افعال المهمين اللي اتكلمنا عليهم في خلال السلسلة اللي احنا ماشيين فيها. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش لو اول مرة تشوف الفيديو ده لازم تروح تسمع السلسلة كلها من اولها. احنا النهارده معادنا مع الفيديو نوميرو 20، ليزيوني نوميرو 20، الدرس رقم 20. يلا بينا نراجع بسرعة الأربع أفعال اللي أخدناهم، اللي هو فيربو إسر، فيربو أفيري، أفعال المجموعة الأولى اللي هي بتنتهي بآري، وأفعال المجموعة الثانية اللي بتنتهي بإيري، وكمان هنتعلم مع بعض الأرقام من 21 لحد مليون. يلا بينا نبدأ على طول. في الأول كده صديقي الجميل هنصرف فيربو إسر اللي هو فيربو فعل الكينونة مع فعل ليبرو. ليبرو يعني حر. ازاي تقول انا حر وانت حر وهو حر وهي حرة ونحن احرار وانتم احرار وهم احرار؟ او تنفع برضو فاضي يعني عندي وقت. يلا بينا نبدأ على طول. هقول io sono libero, tu sei libero, lui o lei è libero, noi siamo liberi, voi siete liberi, loro sono liberi. Io sono libero أنا حر، tu sei libero أنت حر، lui o lei è libero هو أو هي حر، هو حر أو هي حرة، noi siamo liberi إحنا أحرار، voi siete liberi أو أنتم أحرار، loro sono liberi هم أحرار أو هم فاضيين. طب يلا بينا ندخل على الفعل التاني، هو فعل avere. avere يعني هو فعل الملكية. فيربو اسر وفيرب افيري يا شباب هما من اهم الافعال اللي لازم تتعلمها وانت بتتعلم اللغة الايطالية. احنا شرحناهم في السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، مش هنعيد الكلام تاني. يلا بينا نصرف فيربو افيري مع فيربو سوناري او سونو. سونو يعني نعسان. ازاي تقول انا نعسان؟ هتقول io ho sonno, tu hai sonno, io ho sonno أنا نعسان، tu hai sonno أنت نعسان، lui o lei è sonno هو نعسان أو هي نعسانة، noi abbiamo sonno نحن نعسانين أو إحنا نعسانين أو عندنا نعس، voi avete sonno أنتم نعسانين، loro hanno sonno هم نعسانين. وبكده نكون عملنا مراجعة سريعة للفيربو essere والفيربو avere. يلا بينا نعمل مراجعة سريعة للفيربو لأفعال المجموعة الأولى اللي بتنتهي بآري. والفيربو اللي هنصرفه من أفعال المجموعة الأولى هو فعل جوارداري. جوارداري يعني يشاهد. ازاي تقول أنا بشاهد لوحة؟ لوحة يعني كوادرو. هتقول io guardo un quadro, io guardo un quadro, tu guardi un quadro, lui o lei guarda un quadro, noi guardiamo un quadro, voi guardate un quadro, loro guardano un quadro. Io guardo أنا أشاهد، tu guardi أنت تشاهد، lui o lei guarda هو يشاهد أو هي تشاهد، noi guardiamo نحن نشاهد، voi guardate أنتم تشاهدون، loro guardano هم يشاهدون. يلا بينا نصرف أو نراجع على آخر مجموعة، هي مجموعة الأفعال اللي بتنتهي بإيري، أفعال المجموعة التانية. هنصرف الفعل rispondere ad una domanda. rispondere ad una domanda يعني بترد على سؤال. rispondere يعني فعل يرد أو يجيب. هقول io rispondo, tu rispondi, lui o lei risponde, noi rispondiamo, voi rispondete, loro rispondono. يلا نحط ad una domanda ونعيد تاني. io rispondo ad una domanda, tu rispondi ad una domanda أنا بجاوب على سؤال، أنت تجاوب على سؤال، lui o lei risponde ad una domanda هو يجاوب على سؤال أو هي تجاوب على سؤال، noi rispondiamo ad una domanda إحنا بنرد على سؤال، voi rispondete ad una domanda أنتم تردون على سؤال،
loro rispondono ad una domanda. هم بيردوا على سؤال. وبس كده يا شباب، نكون عملنا مراجعة سريعة على أفعال المجموعة الأولى اللي بتنتهي بآري، أفعال المجموعة الثانية اللي بتنتهي بإيري، وكمان عملنا مراجعة سريعة على فيربو الكينونة إسر، وعملنا مراجعة سريعة على فيربو أفيري فعل الملكية. كده يا شباب يكون الجزء الأول من الحلقة النهاردة خلص. يلا بينا ندخل على الجزء الثاني على طول. هنتعلم مع بعض الأرقام من 21 لحد مليون. طبعا احنا مش هنقول كل الأرقام دي، بس هنعرفك القاعدة وانت هترتجل مع نفسك وهتقدر تقول كل الأرقام مع نفسك بكل سهولة. بص يا شباب ببساطة، احنا النهاردة هنتعلم رقم 21. احنا اخدنا في الحلقات اللي فاتت لحد رقم 20 اللي هو رقم 20، واخدنا واحد يعني اونو. لما بنيجي نركب ارقام يا شباب كبيرة بنجمع بين العشرات والآحاد، بنحط دايما العشرات وبعدين الآحاد. يعني مثلا لو انت عايز تقول 21، 20 يعني 20، واحد يعني اونو، فالمفروض تقول 21. ولكن في قاعدة مهمة لازم تكون عارفها. لما بنيجي نجمع اي رقم متكون من عشرات وآحاد بنحط العشرات وبعدين بنحط الآحاد. ولكن لو رقم الآحاد رقم 1 أو رقم 8 اللي هو أونو أو أوتو، بنشيل آخر حرف من العشرات عشان النطق يبقى سهل. يعني زي مثلا أنا المفروض أقول 21، لا هقول 21 زي ما هو ظاهر قدامك. ليه ما قلتش 21؟ علشان لا، عشان رقم الآحاد اللي جاي بعد العشرات هو رقم 1. فاحنا قلنا القاعدة بتقول لما باجي احط رقم 1 او رقم 8 مع العشرات بشيل حرف العلة الاخير من العشرات. وده ليه؟ علشان يسهل علينا النطق. فهقول 21. طب هقول 22 هقول 22. 22. طب هقول 23 هقول 23. 24 24. 25 25. 26 26. 27 27. 28 28. 28. ليه قلت 28 ما قلتش 28؟ علشان احنا قلنا رقم 1 او رقم 8 لما بتجمعوا مع العشرات بنشيل حرف العلة الاخير من العشرات علشان النطق يبقى سهل. فما قلتش 28، قلت 28 على طول. 29. 30 يعني 30. 40 يعني 40. 50 يعني 50. 60 يعني 60. 70 يعني 60. 80 يعني 80. 90 يعني 90. عايز اقول 31 هقول 31. 31. طب 32 هقول 32. طب 33 33. طب 38 هقول 38. ليه؟ زي ما احنا قلنا ان القاعدة لما باجي اجمع رقم احاد مع رقم عشرات، بس رقم الآحاد 1 أو 8 يا شباب ببساطة بنشيل آخر حرف من العشرات علشان النطق يبقى سهل. هي دي القاعدة. كل اللي عليك إن تقدر تقول بقى لحد رقم 100 بكل بساطة. أنت كل اللي عليك تحفظ 20 يعني 20، 30 يعني 30، 40 يعني 40، 50 يعني 50، 60 يعني 60، 70 يعني 70، 80 يعني 80، 90 يعني 90، 100 يعني 100. طب انت عايز تقول اي رقم مثلا وليكن 55. 50 اللي هي 50 و5 يعني 5 فهقول 55. طب 56 هقول 56. 6 اللي هي 6. 50 اللي هي 50 فقلت 56. طب 57 قلت 57. طب 58 هقول 58. 58 مش 58. 58. ليه قلت 58 على طول؟ علشان لما قلنا لما بنيجي نجمع العشرات مع الآحاد والآحاد رقم 1 أو 8 بنشيل حرف العلة الأخير من العشرات. مش هنعيد تاني. يا رب تكون المعلومة وصلت. طب ناخد مثال تاني. عايز أقول مثلا 91 هقول 91. 91. طب 92 هقول 92. طب 93 هقول 93. 94 هقول 94. 95 هقول 95 وهكذا. وبس يا شباب.
يا شباب هنتعلم رقم 100 لحد 1000. 100 يعني 100 يعني تشنتو. تشنتو يعني 100. طب عايز اقول 200 هقول دواتشنتو. طب 300 هقول تريتشنتو. 500 هقول تشينكواتشنتو، وهكذا. بحط الرقم اللي هو مثلا 500 هقول احط رقم 5 اللي هو تشينكو، و100 يعني تشنتو فاقول تشينكواتشنتو. 600 يعني سيتشنتو، وهكذا. طب عايز اقول مثلا 101 هقول تشنتو اونو. تشنتونو يعني 101. تشنتونو. طب 102 هقول تشنتو دو. طب 103 هقول تشنتو ترا. طب مثلا عايز اقول 125. تشنتو يعني 100. 25 20 اللي هي 20 و5 يعني 5. 25 اللي هي 25 يبقى اقول تشنتو 25. 125. طب عايز اقول مثلا 999 هقول 999. 999. بعد ما قلنا 999 هندخل مع بعض على رقم 1000. 1000 يعني 1000. 1000 يعني 1000 لو 1000 واحدة، لكن لو أكتر من 1000 مش بقول 1000 بقول ميلا. أوكي، يعني 1000. طب 2000 دو ميلا. طب 3000 تري ميلا. طب 4000 كواترو ميلا. طب 5000 تشينكوا ميلا، وهكذا. طب 100000 تشينتو ميلا. طب 200000 دو تشينتو ميلا. طب 300000 تريتشنتو ميلا. وبس يا شباب، انت بتكمل على نفس الطريقة. الموضوع سهل وبسيط. انت عايز تقول وليكن مثلا يعني 200000. 200 يعني دواتشنتو. تشنتو يعني 100. بنحط اكتر بنقول عايز اقول 200 هقول دو تشنتو. اصبحت دواتشنتو يعني 200. 1000 يعني ميلا فاقول دواتشنتو ميلا. دواتشنتو ميلا يعني 200000. وبس كده. مثلا عايز اقول 999000. 999 يعني قبل المليون بتكة. 999999. 999000 اللي هي 999.000. 999.000 يعني 999999. 999. ببساطة نقسم الرقم 999,000 999,000 اللي هي 999,000. 999 اللي هي 999. فقلت نعيد بقى نقول الرقم كله على بعضه 999,999. وبس كده. لو عايز تقول مليون هتقول 1 مليون. وبس كده يا شباب، تكون حلقة النهاردة خلصت ونكون اتعلمنا فيها الأرقام من 21 لحد مليون، وكمان راجعنا على الأربع أفعال المهمين اللي اتعلمناهم في خلال السلسلة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات حل الأسئلة اللي هتظهر قدامك على الشاشة. لو عرفت تجاوبها صح إذا أنت فهمت الفيديو وفهمت الدرس بالكامل. لو ما عرفتش تجاوبها صح لازم تروح تسمع الفيديو من تاني. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.